بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيرا بقى ربنا كرم بقى وجبنا شغل الشاشات ال20 ال23. طبعا الشاشة دي الموديل ده بالأخص كان محتاج فيديو لوحده، نعمل مقارنة كده سريعة ما بين شاشة من أفضل الشاشات لمحترفين الإيديت والجرافيك حرفيا لأول مرة يمكن في مصر، حتى في الشغل الجديد ممكن ما تلاقيهاش معروضة جديدة، خصوصا فئة الترا شارب. الترا شارب معروضة إن هي ممكن ما تلاقيهاش خالص في مصر عموما. في الجديد بنلاقي كل الشغل الجديد في مصر من ديل، بنلاقي فئه الاي او فئه الاس او فئه البي البروفيشنال، انما الترا شارب صعب ان هي تيجي. طيب الموديل اول حاجه ده الموديل اسم الموديل يو 27 23 كيو اي. الشاشه 27 بوصه 4K. 4K عدد الشمعات بتاع الموديل دون 340 شمعه. اس ار جي بي بتاع الشاشه 100%، بتيجي بادوبي ار جي بي 93.6%. دي سي اي بي 3 نسبه الدي سي اي بي 3 في الشاشه 96%. الشاشه طبعا بتيجي بعمق الوان 10 بت يعني بليون لون. الشاشه بتيجي من 23 هرتز لغايه 87 هرتز. مخارج الشاشه طبعا اهم حاجه الشاشه بتيجي بيو اس بي سي تايب سي، يعني اخر فيرجن اللي هو 3.2. عندي ديسبلاي 1.4، عندي 2 اتش دي ام اي 2.0 مع مخارج اليو اس بي مع مخارج الايثرنت. طبعا اهم حاجه في الشاشه ان انا المخارج اليو اس بي 3 دي لما بشغل الشاشه مع كابل التايب سي بيشتغل مباشر، بقدر اشغل كيبورد او اشغل ماوس بمجرد ما انا بوصل اللاب او الماك بمخرج التايب سي، زي ما انا مثلا موصل بالطريقه دي. بس انا حاليا موصل تايب سي ديسبلاي 8K تمام. بيشغل لي مخارج اليو اس بي، يعني عندي 3 تايب سي ان واوت مع مخرج شحن 90 واط، وعندي ديسبلاي، وعندي اتش دي ام اي مع مخرج صوت اوت مع مخرج الايثرنت. مشكلتي ان انا مش عامل زي الناس اليوتيوبر اللي انا بعرف افصص لك كل كلمه. يعني انا لما اكون يعني في اكتر من عميل حرفيا بيقول لي انت بتعرف تتكلم كويس جدا بس ما بتعرفش تطلع الشرح، يعني انا عشان يمكن مش يوتيوبر. تاني اقول لك الشاشه تاني، الشاشه ديل الترا شارب يو 27 23 كيو اي 4K. الشاشه من 23 ل 86 هرتز. في حد كان بيقول لي هي 60. الشاشه هات لها كارت شاشه كويس. طبعا اللي هيشتري حاجه زي كده بيكون كارت شاشه عنده كويس، ممكن تشغلك لغايه 90 فريم. الشاشه اس ار جي بي 100%، عمق الوان 10 بت، ادوبي ار جي بي 94%، دي سي اي بي 3 96%. طبعا عليها اتش دي ار 400. 5 مللي صوت استجابه. الشاشه جايه بالقاعده الاصليه طبعا، فرز اول. بنطلعها طبعا هنا بضمان 3 شهور تيست استبدال مع سنه على البورده. المخارج زي ما قلت تايب سي ديسبلاي اتش دي ام اي. مخارج اليو اس بي 3 بتشتغل اوتوماتيك مع مخرج التايب سي. لما بشغل تايب سي من الماك او من اللاب بيشتغل معايا مخارج التايب سي. انا اشتغلت عليها كيبورد وماوس عموما، ومنزل بيها فيديو صغير وانا مشغل عليها الكيبورد والماوس. الناس اللي بتدور على دايما اسوس برو ارت، سعر الشاشه دي حرفيا النهارده بره كمان $600 $650. اسعار عموما متفاوته. سعر الشاشه دي الفرز الاول بطلعها بضمان 3 شهور تيست استبدال، سنه على البورده. كله عارف ان الجديد بيكون 14 يوم تيست استبدال. احنا بفضل الله اللهم لك الحمد غيرنا قاعده الاستيراد دي، يعني كسرنا قاعده الاستيراد. ان الاستيراد يعني الناس واخده عنه فكره وحشه. بخليك تتست الشاشه براحتك 3 شهور تيست استبدال في مكانك. اهم حاجه عندي الخارج الخط والكسر تمام. شاشه عامله 9000 جنيه، فرز اول بالقاعده الاصليه، معاها كابل باور اصلي، معاها كابل اتش دي ام اصلي. طبعا ده احنا شاريه بالعافيه يعني. طبعا دي مواصفات الشاشه. ممكن اشوف شاشه تانية نفس المواصفات. انا دايما بقول فئه الترا شارب هي اعلى حاجه، وفئه الزد. هنشوف شاشه تانية 4K زد 27 ان الجي 2 ال 4K 10 بت، عمق الوان اس ار جي بي 99%. هنشوف الفرق بينها وبين الشاشه الالترا شارب. الناس اللي بتدور على اسوس برو ارت، الناس اللي بتدور على فعلا شاشات احترافيه، انا بفضل او بقول بمعنى صح بما يرضي الله ال جي الالترا فاين الاسوس برو ارت. دي الالترا شارب 2022 كاصدار الموديل 2023. دي بفضل الله تكون افضل واعلى شاشات في السوق المصري حرفيا لمحترفين الايديت ومهندسين الجرافيك. نيجي بقى للشاشه الثانيه اتش بي زد 27 ان جي 2 ال 4K ل 10 بت، برضو تايب سي زي ما انا مشغلها كده زي الشاشه الثانيه، مشغل على التايب سي.
مخارج اليو اس بي زي الشاشه الاولانيه، مخارج اليو اس بي بتشتغل مع كابل التايب سي، عشان كان في كذا عميل بيكلمني بيقول لي مخارج التايب سي اللي في الجي 2 ال 2 كي وال 4 كي مش شغاله، فهي بتشتغل مع كابل التايب سي. لو كنا بنشغل انا كابل تايب سي دي ال 4 كي. وهقول لكم برضو الفرق ما بين، طبعا هو للاسف الشاشه طبعا من غير القاعده الاصليه. مشكلتنا في الاستيراد بقالنا فتره ان ال 27 ال 2 كي وال 4 كي في الزد وفي ال 24 للاسف المشكله كلها الوحيده ان هي بتيجي بدون قواعد اصليه. امبارح طبعا ما عرفناش نكمل الفيديو، كان الفيديو متاخر بالليل، فصورنا النهارده الشاشه الثانيه. اما بقى بالنسبه للشغل الجديد اللي عندي هنصور كمان شاشه ثالثه. الراجل بيقول لي الفيديو خلص كله بتاع الشاشه في 4 دقائق. هنصور كمان بعد ما نخلص دي والمقارنه ما بين الدل، هنصور ال 165 هرتز ونقول مواصفاتها وسعرها. طيب، واقول لكم برده فرق الاسعار بتاع الشاشه الدل. ليه الشاشه دي الدل بتسعه والشاشه دي عامله 6750؟ اولا الشاشه نفس البت 10 بت عمق الوان بليون لون، اس ار جي بي هنا 99%. الادوبي ار جي بي مفيش موقع جايبه، فمعناها ان هو بيكون 74 او 79% بالكتير. فاذا الدل اعلى في الادوبي ار جي بي، اعلى ان هي فيها اتش دي ار. الاتش بي الجي 2 ال 4 كي ما فيهاش اتش دي ار، ما فيهاش دي سي اي بي 3. ايه تاني؟ هي بس فيها المخارج ديسبلاي التايب سي اتش دي ام اي. وطبعا فيرجنات المخارج كلها في الدل احدث من مخارج الجي 2 ال 4 كي. يعني هي فيها اي نعم تايب سي، هتلاقي التايب سي هنا مثلا 3.1 او 3.0، هناك 3.2 احدث حاجه. الفرق ما بين الشاشتين في الاصدار دي 2020، الشاشه الثانيه بدايه انتاجها كان منتصف 2022، يعني الشاشه حرفيا 2023. يعني الشاشه بدات تنزل اللي هي الدل اليو 27 23 كيو اي بدات تنزل في منتصف 2022. يعني الشاشات حرفيا اللي جايه لنا استيراد ما اشتغلتش نهائي. طبعا باي برنامج تقدر تشوف انت الشاشه، في ناس طبعا يعني عارفه البرامج الشاشه اشتغلت قد ايه وهكذا. تمام. طيب بدون القاعده الاصليه دي اول حاجه. الشاشه اللي انا صورتها الاولانيه كمان ده كان امبارح، واللهم لك الحمد، اتباعت حوالي 3 شاشات. القواعد الاصليه بتاعت الدل للاسف انا صورت الشاشه عشان مستعجل، صورت الشاشه بقاعده مستعمله. لا، ده الشاشه بفضل الله جايه، يعني ال3 شاشات اللي جايين القواعد ما اتفكتش، يعني القواعد حرفيا لسه بكيسها. وبرضه هحاول اصورهم او انزلهم على المنتدى. بالنسبه للمنتدى الناس، انا بقول للناس انا بصور هنا في المنتدى، بصور اهو. اقرب يا محمد ثانيه واحده. انا بصور اهو في المنتدى اهو، بعرض المنشورات قبل الفيديوهات. ده المنتدى. هتقول لي فين المنتدى؟ هتقول لي فين المنتدى؟ المنتدى اهو. بتجيب القناه بتاعتي او قناتنا عامه ابو مريم للشاشات، المنتدى اهو. الشاشات اللي هي بنزلها الشورت اللي هي دقيقه واحده، في شاشات ما بعملهاش في الفيديوهات، او لو اتاخرت في الفيديوهات بنزل دقيقه واحده شورت مثلا للشاشه. طيب، الفرز الاول بالقاعده بالقاعده دي المتحركه بكابل باور بكابل اتش دي ام اي 6750 بضمان 3 شهور تيست استبدال مع سنه على البورد. طيب ايه اللي بيكون في الشاشات دي فرز تاني؟ ومش كل المحلات او مش كل الناس طبعا اللهم لك الحمد، يعني دلوقتي في الجديد، ولو حد متابع الصفحات على السوشيال ميديا، ان الجديد بيقول لك اقل من 3 بكسل الشاشه لا تحسب فرز تاني. اقل من 3 بكسل في الشاشه الجديده حرفيا لا تحسب ان هي فرز تاني، بتتحسب فرز اول. انا ما شفتهاش بصراحه، اتاكدتش منها، بس في ناس كتير جدا كلمتني وقالت لي كان في حد عرض مشكله في سوق مش عارف في صفحه ايه، مشتري شاشه جديده وديد بيكسل، فما رضوش يرجعوها. قالوا له الشركه اصلا قايله ان هو اقل من 3 ديد بيكسل في الشاشه مفيش ليها مرتجع. ديد بيكسلايه مش قصه، 2 بيكسل مش قصه. ده بالنسبه للجديد. يمكن انا الناس بتيجي تقول لي لا ده انا بص فيها ديد بيكسلايه بنحسبها احيانا فرز تاني. تمام كده. دي بالنسبه للاتش بي زد 27 ان الجي 2 ال 4 كي 10 بت عمق الوان، اس ار جي بي 99%، ادوبي ار جي بي من 74 ل 79%، ما فيهاش دي سي اي بي 3، ما فيهاش اتش دي ار. ايه تاني؟ من غير القاعده الاصليه. ده عشان كده فرق السعر. يعني الشاشه الجديده الدل
في امازون $620 $630، عامل رقم مهول جدا. احنا بنبيعها طبعا زي ما انا قلت ب 9000 جنيه، دي ب 6750 جنيه. وعندي منها بفريم زد 27 اس، موجود منها بفريم زد 27 اس برضه 4K 10 بت اس ار جي بي 100%، عامله 4750، وهعمل لكم بيها منشور على المنتدى. بس كده. ونيجي لاخر شاشه ال 165 هرتز. ستوب. ونيجي بقى للشاشه رقم 3 للي محتاج شاشات 165 او 144 على 1 مللي، اللي هيشتغل اديت مع جيمنج ومحترف جيمنج، وهيشتغل في نفس الوقت، او عاوز حاجه اي بي اس جيمنج. نيجي بقى للشاشه اللي هي الثالثه، ديل بي اسف لا دي جي 2722 اتش اس، دي فول اتش دي 1920 على 1080 165 هرتز على 1 مللي. البانل بتاعها طبعا اي بي اس اس ار جي بي 99%، فيها مخرجين اتش دي ام اي 2.0 مع مخرج واحد فقط لا غير ديسبلاي 165 هرتز على 1 مللي. دي للاسف فول اتش دي كان عندي منها الشاشات اللي هي 2K، خلصوا طبعا، كان حاجات قليله جدا. الشاشه بتيجي اصدار 2022، شكل الشاشه بالمنظر ده بالقاعده الاصليه. طبعا بتدعم جي سينك فري سينك ام دي فري سينك. ادي المخارج 2 اتش دي ام اي ان واوت. امبارح كنت قلت في الريل ان انا الشاشه 23 عايزه كابل 4K، في حد في 8K، ففي حد في الريل فهمني غلط، بيقول لي هي الشاشه لازم تاخد كابل 8K عشان تشتغل. لا انا ما قصدتش كده، انا كان قصدي يعني ان شاشه زي دي 2023 محتاجه الكابل اللي عندي اللي هو بيشغل لغايه 8K، تصحيحا للمعلومه عشان اللي فهم مني المعلومه ان الشاشه لازم تشتغل ب 8 ليه. لا انا ما كانش اقصد كده، انا قصدي ان انا عندي كابلات تايب سي تمام. طبعا مش كل كابلات التايب سي اللي بتشغل كل الشاشات تعرض صوره، يعني في حاجات شغاله شحن بس. وعندي الكابل اليوني ده معروف طبعا، وفي ناس الحمد لله واخداه مني للاجهزه اللي هي الماك، ده بيشغل لغايه 8K 60 فريم. فانا كنت اقصد ان هي محتاجه اعلى كابل موجود عندنا او اعلى كابل موجوده في السوق عشان اعرف اتست الشاشه واشوف الوان الشاشه، محتاجه حاجه زي كده ال 8K. طيب تاني نقول اخر شاشه تاني تمام بسعرها، السعر بتاعها 6.5، الفرز الاول بالقاعده الاصليه بكابل الباور بكابل الاتش دي. الشاشه جي 27 22 اتش اس فول اتش دي اس ار جي بي 99%، 165 هرتز، 1 مللي صوت استجابه، اي ام دي فري سينك. واكد ان هي فول اتش دي عشان في ناس كانت فاكراها 2K. ال 2K كانت حامله حوالي 9 ولا حاجه وخلص، ما عنديش منها حاليا فرز اسف ما عنديش منها حاليا حاجه خالص 2K. بس ده كان الفيديو كده سريعا ب3 موديلات. نشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد بموديلات تانية جديدة ان شاء الله باذن الرحمن. جاري تيست بعض الموديلات مش هعرضها غير لما اتاكد من فرزها واتاكد من سعرها، ونعرضها لكم باذن الرحمن في فيديو جديد بعروض جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.